بركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل ريفيو سريع كده عن القلايه الهوائيه بتاعتنا اللي هي نونارة كوك. زي ما انتم شايفين الماركه بتاعتها اهيت، وزي ما انتم شايفين البرامج بتاعتنا. احنا دلوقتي عايزين نشوف هي جايه معاها ايه. طبعا احنا لسه ما استعملناهاش خالص، انا لسه فاتحاها من كرتونتها حالا دلوقتي. قلت طبعا اول حاجه هعملها ان انا هصور فيديو علشان خاطر الناس اللي كانت عايزه تشوف المحتويات بتاعتها ايه وهي جايه معاها ايه، وهل فعلا زي ما بيقولوا عليها في الفيديوهات السابقه اللي احنا شفناها ان هي ليها عيوب كتيره جدا، وهل هي فعلا بتساوي الاكل زي ما هو معمول في قلب الكتيب بتاعها. والبرامج زي ما انتم شايفين كده قصاد مننا، والاوقات المحدده بتاعتها، وهل هي فعلا الوقت بوقته زي ما مكتوب ولا بتاخد وقت اسرع ولا لا. كل هنتعرف عليه في الفيديو والفيديوهات السابقه ان شاء الله اللي احنا هنعملها، لان احنا هعمل كل حاجه منفصله. كل حاجه هعملها الفيديو منفصل بتاعها. طبعا هو بتيجي معايا 2 قطيب. ده دليل المستخدم، ده الدليل اللي احنا هنستخدمه، واحد عربي وواحد انجليش. تمام زي ما انتم شايفين كده هنا طبعا بيقولك الارشادات بتاعتها وفي بعض الوصفات. تمام بيقولك على بعض الوصفات اللي انت تعمليها زي ما انتم شايفين كده وهنفتح هنا هنلاقي معانا ادي القلايه الهوائيه من جوه اهيت، ودي كل المكونات بتاعتها اللي جايه معاها، وديت كل الحاجه اللي جايه معاه اللي هي الشاملات اللي جايه مع القلايه الهوائيه بتاعتنا. وهنا هو بيقولك بدايه التشغيل وبيعرفك ازاي تشغليها زي ما مكتوب كده وبيعرفك دي بتاعه البطاطس وبتتركب ازاي وبتشتغل ازاي زي ما انتم شايفين كده وهنا بتاعه الفراخ. الحاجه دلوقتي احنا هنتعرف عليها واحده بواحده، ويلا بينا نخش على الحاجه بتاعتها اللي هي جايه معاها. هنا اول حاجه معانا احنا هنفتح القلايه بتاعتنا زي ما انتم شايفين دي كده السمك بتاعها من جوه. هنا بقى في حاجه عجبتني جدا جدا. هنا دي الشبكه بتحمي الهيتر اللي فوق. في هنا هيتر فوق كده هنا هي الشبكه ديت بتحمي الهيتر بتاعنا من فوق. تمام زي ما انتم شايفين كده ده لو حابه ان انا اشيله واغسله زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده لو في اي حاجه احنا حاطينها طرطشت ما بتجيش على الهيتر دي بتحميه. تاني حاجه هنا برضو معايا شفتها عجبتني قوي، اللي هي دلوقتي هي ديت زجاجه من بره وفي زجاجه تاني من جوه. دي تقدر ان انت تخلعي الزجاجه ديت بالطريقه دي وتغسليها. وهنا برضو في زجاجه تاني، الباب بتاعها بيحتوي على 2 زجاجه. دي بتشيليها وعشان تقدري ان انت تغسليها، وبترجعي بتركبيها تاني برضو بتتركب بكل سهوله جدا وسلاسه. هنيجي هنا بقى معانا المحتويات بتاعه القلايه من جوه. جايه معاها 3 شبكات. ادي شبكه 2 3. هي الشبكه بتاعتها خفيفه شويه، مش اللي هي المعدن بتاعها الجامد قوي، لا هي الشبكه بتاعتها خفيفه شويه وفيها بعض الحوافر هنا ممكن لو ما خدتيش بالك ممكن تشبك معاكي في حاجه بس مش تعورك، اللي هي مش الحاده قوي زي ما انتم شايفين كده هنركبهم مع بعضينا. ادي شبكه، ثواني تمام. ادي التانية وادي التالتة. ادي كده 3 شبكات. نقدر ان احنا نحط مثلا لو عندنا كيلو بانيه نقدر ان احنا نحطها زي ما انتم شايفين. ممكن نحط بانيه وكفته، ممكن نرص الستريبس، ممكن نحط الفرخه اللي هي الستريبس برضو نرصها كده، الفرخه الكوكي نقدر نرصها. وهنا برضو ده حامل طبق التنقيط اللي هو ان انت بس لو عملتي اي حاجه بتنقط الفرخه المشويه وهي بتلف لما بتنقط هتنقط معانا هنا في حامل التنقيط. ومعانا هنا برضو الحاجه التانية زي ما انتم شايفين كده السلاح بتاع الفراخ اللي احنا هنقدر نشوي بيها.
ودول السكينتين الدبوسين اللي هيمسكوا بيها الفرخه بتاعتنا. وهنا برضو ده برضو اختراع حلو قوي، ده اسطوانه، ودي برضو بتتركب ما بين الاسطوانتين كده اهو، بس طبعا بعد ما دول بيتشالوا. يعني دي برضو ليها استخدام تاني. العصيان دي 10 سياخ بتوع الشيش طاووق او الكفته، او لو انت حابه تعملي اي حاجه بتلف. تمام، دي معاها 10 سياخ. تمام، بنتي بتقولي 8 بس هم 10. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسياخ. دي الحديده دي بتتركب في النص الاسطوانه، والاسطوانه دي بتتركب برضو بتخش كده اهو بالعرض، ان هي بتبتدي ان هي تلف معانا. وطبعا بقى البطل بتاعنا طبعا كله اللي هي الاسطوانه دي. الاسطوانه دي بتاعه البطاطس، تقدري تحمري فيها لو كيس مكرونه عايزه تعمليه من غير زيت. طبعا هم استعجلوا جدا وراحوا جايبين فشار، لا جربنا فيها الفشار زي ما انتم شايفين وحطينا الفشار فيها، بس طبعا لسه ما جربناهاش لغايه دلوقتي. تركيبهم طبعا بيكون سهل قوي. هنبتدي ان احنا نشيل دول زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهنبتدي ان احنا نركب ديت. اتركبت معانا هي بكل سلاسه، ركبت معانا كده اهوت على طول، وهنبتدي ان احنا نقفل عليها وتشتغل ان شاء الله. بس طبعا انا هعملها لكم في فيديو ليها منفصل. دلوقتي معانا السلاح التاني اللي هي دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت لو انتي حبيتي الحاجة عندك سخنة، البطاطس مثلا بتاعتك سخنة ولا حاجة، نبتدي ان احنا نحط دولة. شايفين اللي هي الاتنين دول، الحامل ده والحامل ده، هنبتدي ان احنا ندخل بالطريقة دي وتتشال معانا بكل سهولة، وهتطلع بالطريقة دي علشان خاطر ايدينا ما تلمس الآلة ديت وهي سخنة. طبعا زي ما انتم شايفين هنا طبعا البرامج بتاعتها زي ما انتم شايفين اهوت. هنا درجة الحرارة 200، ودوت الوقت التايمر. هنا هو طبعا التايمر، معلش يا جماعة عفوا. وهنا هو طبعا هنقول عفوا يا جماعه معلش الفيديو قطع معايا شويه. هنا هو قلنا زي ما قلنا التايمر، والعلامه الزائد ديت ان انت بتعلي، وعلامه النص دي اللي احنا بنوطي التايمر بتاعنا. وهنا هو درجه الحراره برضو نفس النظام، علامه الزائد وعلامه النص بنقلل درجه الحراره وبنعليها منين. هي طبعا بتوصل لغايه درجه حراره 200. هنا هو طبعا معانا ادي البطاطس وادي الفراخ وادي السمبوسه. وهنا هو لو حابين نعمل التورت او الجاتوهات الكيكات يعني عموما. هنا هو اللحمه، السمك، البيتزا والشيش طاووق زي او الكفته زي ما انتم ما عارفين. هنا هو كلمة ستارت ديت اللي هي لو انت حابة مثلا هي شغالة وعايزة توقفيها في نص الوقت مثلا، هنعمل ستارت ونبتدي ان احنا نفتحها ونشوف احنا عايزين نعمل ايه. وهنا هو علامة التشغيل، بنشغل وبنطفي من هوت. وهنا هو اللمبة بتاعتنا. وهنا هو كلمة كنسل، لو انا شغلت البرنامج وهعمل كنسل خالص اروح طفياها من هنا. تمام زي ما انتم ما شايفين دي كده محتويات. استنظروني بقى في فيديو تاني علشان خاطر نبتدي ان احنا نقلي فيها البطاطس بتاعتنا ونعمل كل حاجة فيها. بس طبعا زي ما قلت لكم احنا كل حاجة نعملها في فيديو منفصل علشان خاطر نقدر نفهم اكتر ونشوف ازاي هي بتعمل الحاجة فعلا في الوقت زي ما هو المحدد ليها ولا لا. وهقول لكم ايه من الفيديو والفيديو الجاي. هنسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.